الطبيعة حلوة مفيش كلام. لو بعد الشغل تاخد نص ساعة تمشية في مكان فيه طبيعة وبحيرة زي ده، حياتك هتبقى أحسن وأفضل. الجو هوا شوية بس الشمس طالعة والأجواء تحفة. أنا أحب دول بقى. بس طبطب عليك. من أجمل الحاجات اللي في جورجيا اللي الواحد بيحب يعملها تمشية في أماكن زي دي. الدخول ببلاش، مش هتكلفك حاجة، بس هتستمتع بوقتك. في أماكن كمان للأطفال زي دي، فمكان فيه كل حاجة. من الحاجات اللي أنا بحب أعملها العقلة. من احلى التمارين تمارين العقله، بتفرد الظهر، بتظبط جسمك كله. والاجهزه دي موجوده في كل تبليسي، تقدر تتمرن ببلاش. زي ما شايفين جمال المكان عامل ازاي، ومنظر البحيره ورانا حاجه جامده جدا. يعني طبيعه، جبال وبحيره كمان. يلا بينا. زي ما شايفين كده الهواء عامل فينا ايه، اجواء عالميه الصراحه. انت مش محتاج هنا غير كوبايه قهوه وقاعده على المنظر الجميل ده، مش عايز اي حاجه تاني. وفي كذا مكان في تبليسي هنا، في اماكن طبيعيه، في بحيرات. الحياه هنا بسيطه مش معقده، تقدر تخرج وتتفسح باقل التكاليف، وممكن ما تدفعش حاجه كمان. الكلاب في جورجيا جميلة جدا وفريندلي كمان، ما بتأذيش أي حد. في تمشية بقى هنا حوالين البحيرة 3 كيلو، سواء هتاخدها على رجلك أو معاك عجلة. وفي ناس بتيجي تصطاد من هنا، البحيرة فيها سمك. وزي ما انتم شايفين كده بفرجكم على جورجيا وبتكتشفوا جورجيا معايا. مريحة جدا للأعصاب، فيها هدوء كده وسلام داخلي. عشان كده أنا اخترت أعيش في البلد دي. اللي عايز أقوله لك في الفيديو النهاردة، الدنيا مش وحشة على طول ومش حلوة على طول، فبلاش تشوف الناس اللي عايشة على السوشيال ميديا وبتطلع لك الإيجابيات، لأن عندهم الجانب السلبي في حياتهم. الدنيا دي عاملة زي سهم البورصة، شوية طالعة وشوية نازلة، فأنت لازم تتقبلها بكل اللي فيها عشان تعرف تتعايش معها.